السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الأفاضل، مرحبا بكم. فيما يخص مباراة الجزائر أو إقصاء الجزائر من المروك، حقيقة أمر مؤسف جدا، وأي واحد يحب كل الخير لبلاده، خاصة كانت كان أكبر أمل أنه ناخذ الكأس في المروك، حاجة عظيمة جدا، ويكون أفضل رد على أولئك القوم. ولكن يجب أن نكون واقعيين ولا نصطدم بما حصل للمنتخب، ليس لأنه في المروك فقط. تمام؟ نعطي مثال فقط. رأيتم هذه تبع فنزويلا اللي أخذت جائزة نوبل، ماتشادو. فماتشادو هذه كانت تحرض الأمريكان باش يسقطوا مادورو وتصير هي الرئيسة، لكن بعدما أسقطوا مادورو أو بمعنى آخر اتخذوها حجة وسبب في إسقاط مادورو، جاءت قالت لهم حطوني هنا رئيسة، كما على بالكم بالتفاصيل، قالوا لا تستحقين، أنت أقل من أن تكوني رئيسة لدولة. بمعنى آخر، مش الأمريكان يضحي بنفسه وتجي أنت تكوني رئيسة. تقول لي شو علاقة هذا بالمنتخب الوطني؟ نكون واقعيين. على بالنا بالاتحاد أو مجموعة في الاتحاد في الفاف الجزائرية الجهد والمجهودات التي قاموا بها من أجل إبعاد جمال بالماضي، وأكبر دليل تآمرهم ضد المنتخب الوطني أمام الكاميرون في الجزائر، حتى صار هذا المعلق المغربي القبلي عزكم الله يتنمر على الجزائريين في تعليقه لما تلعب الجزائر لما لعبت الكاميرون مع المروك. تمام؟ فالفاف الجزائري أو أعضاء من الفاف الجزائري كانوا أو شاركوا مع الاتحاد الإفريقي في التآمر على المنتخب الوطني. كانت الغاية إبعاد جمال بالماضي، سواء في كأس العالم في إبعاد الجزائر وإقصاء الجزائر من كأس العالم أمام الكاميرون، تمام، أو في كأس إفريقيا الماضي والذي قبله. فالاتحادية أو أعضاء من الاتحادية هم جزء من الفساد الموجود في الكان، فلا تنتظر من هؤلاء الأعضاء الفاسدين أن يكونوا رجال وراح يلعبوا أو يتحركوا من أجل يلعبوا أدوار أساسية من أجل المنتخب الجزائري. شفناهم حتى في البطولة الماضية، كان ظلم تحكيمي حقيقي ضد الجزائر، وصادي لم يفعل شيء. لماذا؟ لأن الغاية كانت إبعاد جمال بالماضي. فالمشكل الآن مشكل في الاتحادية الجزائرية، مش لأن المروك قوي أو الأقجع قوي أو الاتحاد الإفريقي قوي، أبدا. المشكل في الاتحادية الجزائرية. أعزكم الله، من المستحيل الكتاب والضباع ترعى أو تقترب أو تصطاد في أماكن الأسود، اللهم إلا إذا الأسود انتهت وسمحت الكلاب بأن تكون هي سيدة المرعى. فللأسف الشديد المشكل فينا نحن الجزائريين، ما نقول فينا وإنما وأكبر مثال شوف الصحافة الآن كرهم مقلبين، بعض الصحفيين كرهم مقلبين الدنيا على المنتخب الوطني، على كل نشجعهم ونؤيدهم. ولكن لماذا في أيام جمال بالماضي كنتم تقودون هذه الحملة ضد السي جمال؟ فلما تعرف وتتأكد بأن المشكل فينا، تعرف سبب هذا التنمر وهذا الجهل الكبير الذي يمارسه الأقجع أو يمارسه الاتحاد الإفريقي ضد الجزائر. ثم النقطة أخرى، فطبيعي الأقجع سيلعب كل أوراقه، راح يعمل المستحيل من أجل أن تخرج الجزائر، فما بالك أن الجزائر تصل إلى النصف النهائي أو تفوز بالكأس. شفتوا حتى شيوخهم، حتى شيوخ ما من شيخ بلحيته عند صدره يقول يا الأقجع يا كذا لازم تتحرك، عمل لنا حل مع هؤلاء الناس. الفكرة كيف؟ رجاء تكون الرسالة وصلت لكم، مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.